الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم فيديو جديد وليرنينج انجينيرنج انسايتس. في الفيديو ده هنتكلم على معضله بتقابل المديرين في اغلب الشركات، وهي سؤال: انا فضي عندي مكان في التيم بتاعي، هل اعين حد من بره ولا ارقي حد من الناس الموجوده في التيم بتاعي؟ تمام. الحقيقه السؤال ده عشان نجاوب عليه في تفاصيل كتير محتاجين نتكلم عليها، واحاول اديكم اكزامبلز عمليه من بعض التجارب اللي الواحد شافها ومر بيها. فازاي اجهز الناس اللي في التيم بتاعي انهم يبقوا جاهزين للنكست ستيب، وامتى اقول انهم خلاص دلوقتي بقوا جاهزين. في بعض الشركات عندها منهجيه انها بتلجأ للتعيين من بره، وتقول لك والله انا اجيب حد جاهز وعنده خبره، ده هيكون احسن واضافه للشركه بتاعتي والكلام ده كله. طبعا مشكله حاجه زي كده انها بعد فتره الناس القديمه بتبتدي انها تلاقي ان ما عندهاش فرصه للترقيه، بتبتدي تمشي وتروح اماكن تانية، وتروح على اماكن تانية بترقيه، او تروح على وظيفه اعلى من اللي كانت فيها، رغم انها كان ممكن تترقى جوه الشركه بتاعتها. ففي شركات بتبقى بتاخد المنهجيه دي وبتبقى بتخسر ناس كتير من الناس الكويسه اللي عندها. في شركات تانية يمكن من الناس المشهوره قوي، الشركات المشهوره قوي في الموديل ده، شركه زي PNG، بروكتور اند جامبل. PNG بيعملوا ايه؟ بيعملوا العكس تماما. يقول لك والله انا مش هاخد حد من بره، انا بعين انترنال فيرست لاين، او بعين ناس نيو هايرز او ناس جديده، ستاف جديد، وبشتغل على الديفلوبمنت بتاعهم والتطوير بتاعهم، عشان دايما يكون اي وظيفه فيها ترقيه يكون الشخص اللي بيشغلها حد من جوه. انا مش هجيب حد من بره يجي مدير على ناس موجوده، لا، انا بختار ناس، وعندي معايير اختيار قويه جدا، بختار ناس مميزه. الناس المميزه دي هي اللي هتترقى في الوظائف داخليا، فيفضل دايما كل المديرين وكل المانجمنت بوزيشنز جايه من جوه، اتربط بالفلسفه بتاعتي، عندها انتماء للمكان بتاعي وهكذا. دي مدرسه من المدارس اللي موجوده في العالم بتاع الكوربريت، وشركه من الشركات الكبيره جدا زي بروكتور اند جامبل واخداها. طيب انا اعمل ايه؟ يعني امتى اقول والله انا عين انا اطور الناس بتوعي؟ خليني احكي لكم على كيس حقيقيه قابلتنا في شركه من الشركات اللي اشتغلت فيها. كان عندنا جت فتره، كانت ساعه ما دخلت الشركه دي كنت لسه جديد في الشركه، كانت الثقافه بتاعه الشركه اكتر انها بتعين ناس من بره. الشركه كان بقى لها تقريبا 2 أو 3 في السوق المصري، هي شركه دوليه بس كانت لسه جايه السوق المصري جديد، وكانت الثقافه بتاعتها ان انا بعين من بره باستمرار. تمام. اللي حصل انه بعد 2 كان ابتدى انه في بعض الناس القديمه اللي ابتدوا من اول الشركه ما بدات بقوا واقفين في مكانهم، بقى لهم 2 او اكتر، ما حصلش ترقيه، ما حصلش انهم ما خدوش خطوه لقدام في الكارير بتاعهم. فابتدوا انهم يحسوا ان احنا جه الوقت ان احنا يا اما نترقى او ناخد خطوه لقدام في شركتنا، او ندور على الفرصه دي بره. تمام. فكان الحقيقه في الوقت ده كنت شغال مع الاوبريشن تيم، كان التيم كله شباب مصري، وكانوا يعني ناس يعني تالنتد جدا وشاطرين جدا. وابتدينا نشتغل مع بعض، قلنا طب ما نحط فلسفه لعمليه اختيار الناس وتجهيزهم وترقيتهم. تمام. فابتدينا ان احنا الاول مسكنا الوظائف الموجوده عندنا في الفروع، اكتر وظائف بنحتاج ان احنا نعين لها ناس. احنا الناس اللي شغاله في الريتيل بيبقى في ستراكشر او هيكل للفرع، بيبقى في مدير للفرع ستور مانجر، بيبقى ليه مساعد اسيستنت ستور مانجر، في بعض الفروع الكبيره يبقى في ستور سوبرفايزر او مشرف للفرع، في بعض الفروع بيبقى فيها 2 ستور اسيستنت ستور مانجر، 2 مساعدين بيتناوبوا في حاله غياب الستور مانجر او مدير الفرع. بعد كده بيبقى عندي حاجه اسمها سيكشن هيد او مدير للقسم، قسم مثلا ملابس الاطفال، قسم ملابس السيدات، كل قسم بيكون ليه السيكشن هيد بتاعه. وبعدين تحتيهم مجموعه من السيلز تيم، بعضهم سينيور وبعضهم جونيور. فده بيكون الاستراكشر بتاعي، يبقى عندي مدير فرع، مساعد، مشرف، سيكشن هيد، وتحتهم السيلز تيم. فجينا ابتدينا ان احنا نقول والله طيب احنا عايزين نحط معايير لكل وظيفه. مدير الفرع ده عشان اقول والله ان الشخص ده مؤهل انه يبقى مدير فرع، انا عايز منه ايه؟ يكون بيعرف يعمل ايه. ابتدينا نحط كرايتيريا للشخص ده كمواصفات فنيه، كمواصفات اداريه، سكيلز مهم تكون موجوده عنده، بيعرف يعمل ايه، بيعرف يطلع تقارير معينه، بيعرف يدير الفرع بشكل معين، بيعرف يحل مشاكل العملاء بشكل معين، عنده فهم للبيزنس والربحيه بتاعته، فهم البرودكتس. حطينا مجموعه الصفات اللي المفروض انها تكون موجوده في مدير الفرع. عملنا نفس القصه على بقيه الوظائف، الاسيستنت والسوبرفايزر والسكشن هيد، كل وظيفه اتحط لها المعايير بتاعتها. تمام. ومع اول فرصه لان احنا ابتدى يتفتح مجال للترقيات، وليكن مثلا جالنا مساحه ان احنا نرقي ناس لوظيفه السكشن هيد، عايزين دلوقتي مديرين اقسام.
ففتحنا المجال للمجموعه اللي موجوده جوه الشركه الاول قبل ما ننزل اعلان بره. قلنا يا جماعه دلوقتي احنا عندنا مفتوح مكان ل5 مديرين اقسام او سيكشن هيد جداد. هناخدهم منين؟ من جوه الفروع بتاعتنا. بس مطلوب من حضرتك دي الكرايتيريا اللي مطلوب انها تكون موجوده، انه مثلا بقاله في الشركه قضى فتره معينه، انه عنده خبرات مثلا في مجال المبيعات بشكل معين، وحاطين مجموعه من السكيلز عايزين ان احنا نقيسها. وعملنا عمليه تقييم كاننا بنقيم ناس جايه من بره. يعني عملنا لهم امتحانات على النولج بتاعتهم عن المنتجات، عملنا لهم امتحانات IQ، عملنا لهم مقابلات شفنا فيها كانت سيتويشنال بيهيفيرز هتتصرف ازاي في المواقف المختلفه، وخدنا كمان تقييماتهم بتاعه الاداء وتقييمات المديرين بتاعتهم ليهم علشان نقدر نشوف مين المجموعه المميزه اللي موجوده عندنا. وبناء على التقييمات اللي عملناها دي ابتدى انه يطلع لنا مجموعه وليكن مثلا 10 افراد جاهزين انهم ياخدوا الستيب دي وجاهزين انهم يشغلوا منصب المدير بتاع القسم. كنا بنعمل حاجه مهمه جدا، وده الفيصل بقى في القرار بتاع نرقي ولا نجيب من بره. كنا بنقيس حاجه اسمها مستوى الجاهزيه بتاع كل واحد، انه عندي فلان جاهز بكره يكون موجود، ده جاهز بنسبه 100% او 95%، بكره ممكن جدا يشغل المنصب ده وهيديره بشكل جيد جدا لان هو عنده جميع المؤهلات اللي تاهله لده. في حد تاني جاهز بنسبه 80%، حد تالت جاهز بنسبه 60% وهكذا. فلما عملنا الاختبار ده والتقييمات دي طلع لنا الايه؟ قدرنا ان احنا نحط سكور لكل واحد من الناس اللي اتقدمت، وقلنا والله طيب التوب 5 عندنا ال5 الافضل مستوى جاهزيتهم ايه؟ هل واصلين لمستوى فوق ال 80%؟ كان عندنا واصلين فوق ال 80%. يلا يا جماعه ايه؟ الناس هتعين للوظائف الجديده، مبروك انتوا ترقيتوا، دي دفعه اللي اترقت. الدفعه الثانيه اللي لسه ما اترقتش يا جماعه اشتغلوا على نفسكم، ودي الحاجات اللي ناقصاكم. حطينا لهم خطه للتدريب للحاجات اللي تكمله النواقص اللي موجوده عندهم عشان نرفع جاهزيتهم اللي كان 60% نوصلوا ل 80 85 عشان لما يتفتح الويندو الجديده للترقيات يبقى ايه؟ يبقى جاهز. عملنا القصه دي مره 2 3 لحد ما وصلنا لمرحله ان احنا لقينا عدد كبير جدا من الناس في خلال سنه او سنه ونص. وبعد كده وصلنا لمرحله انه عشان ناخد خطوه ترقيه تانية الناس بقت الجاهزيه بتاعتها بقت اقل. لان انت عندي ناس اللي ماسكين دلوقتي مثلا مديرين اقسام او سيكشن هيد، الراجل ده ايه؟ لسه مترقي مثلا بقاله 3 شهور او 5 شهور او 6 شهور. طب جت عندي فرصه لسوبرفايزر، اغلب السيكشن هيدز عندي كانوا ايه؟ لسه ما وصلوش لمستوى الجاهزيه انه ياخد الخطوه اللي بعدها. فبالتالي فضي عندي مثلا كذا وظيفه للسوبرفايزر، لقيت مثلا واحد جاهز. طيب الناس اللي باقيه، الوظائف الباقيه الفاضيه اللي عندي، املاها بناس لسه مش جاهزه 100%. خدنا قرار لا مش عايزين نعمل كده، مش عايزين نحرق الناس. فالناس اللي جاهزيتهم اقل من 80% قلنا لا هنستنى عليهم شويه، وجبنا ناس من بره. بس كان شرط مهم جدا للناس اللي جبناهم من بره اننا جبنا ناس عملنا لهم نفس الاختبارات اللي عملناها للناس الانترنال، وتاكدنا ان الناس اللي جايه من بره ناس فعلا هتضيف، ناس عندها اضافه، وناس هتعلم المجموعه اللي ايه؟ اللي تحتها. فاللي حصل انه فضي كمان عندنا وظائف لمديرين فروع، وعيننا مديرين فروع من بره، جالنا ناس خبرات كويسه قوي، ابتدوا انهم يعلموا المجموعه اللي تحتهم، ابتدوا انهم يرفعوا من الكفاءه بتاعتهم. بعد شويه ابتدى بقى يبقى عندنا مجموعه تانية جاهزه انها تشغل ايه؟ الوظائف اللي كانت متاحه. فابتدينا نعمل عمليه بالانس وتوازن ما بين انه بجهز ناس انترنال لحد ما نوصل ليه خلاص ما عنديش حد تاني وصل لدرجه الجاهزيه اللي تخليه يترقى للبوزيشن ده من غير ما احرقه. الترقيه بدري ممكن جدا انها تؤدي ليه ان الشخص يبقى ما يعرفش يؤدي الوظيفه بتاعته، وبالتالي يطلع فيدباك عليه انه مش كويس في الوظيفه، بالتالي ممكن يفقد الثقه في نفسه، ممكن ان هو ما يبقاش قادر يعمل الشغلانه بالشكل الجيد. فبالتالي مهم قوي ان انا ارقي الشخص اللي انا متاكد ان هو جاهز. في نفس الوقت لو جبت حد من بره والحد اللي من بره جبته ده كان اضعف من الشخص اللي انا ما رقيتهوش، انا هلاقي ان انا بعد شويه هفقد ثقه الايه؟ المجموعه اللي موجوده، وهفقد ثقه الناس اللي ما ترقيتش. انت ايه؟ انت ما رقيتنيش عشان تجيب ده، طب ما كنت رقيني بقى وخلاص، لان انا مش جاهز، واللي انت جايبه كمان مش جاهز. فبالتالي المعادله دي بتكون مهمه قوي، ان انا لو عندي حد جاهز الاول انك تطلعه الاول يترقى ياخد البوزيشن ده، حتى لو مش جاهز 100%، لو جاهز 90% 80% 85%، واكمل له الجزء اللي ناقص وهو شغال. طب لو نسبه اقل من كده، لو نسبه الجاهزيه بتاعته 60% و50%، لا اشتغل على الديفلوبمنت بتاعه واعرفه ايه الحاجات اللي ناقصاه بحيث ان هو يشتغل عليها ويبقى جاهز للخطوه اللي بعدها.
النقطه الثانيه ان انا بكمل وبدعم التيم بتاعي بعناصر من بره لو ما عنديش حد من جوه جاهز يملى الوظيفه. الشخص اللي جاي من بره ده مهم ان انا اكون دقيق جدا في اختياره، اختار فعلا عناصر تكون كويسه تقدر انها تضيف وترفع من السكيلز بتاعت المجموعه اللي موجوده، عشان بعد شويه ابقى قادر اطلع من الناس اللي موجوده تحت. فعمليه التوازن ما بين امتى ارقي امتى اعين من بره بتبقى معادله محتاجه منا ان احنا نشتغل عليها. بس اهم جزء في المعادله دي هي ايه خطتك للمجموعه اللي موجوده، وانت بتعمل ايه عشان تجهزهم عشان ياخدوا النكست ستيب. طول ما انت شغال على ده الناس بيبقى عندها انتماء للمكان. حاجه من الحاجات اللي كنت فرحان بيها جدا انه بعد 3 سنين من شغلنا مع الناس في البلان دي، ناس كانوا بادئين معانا كموظفين مبيعات عاديين جدا، خلال 3 سنين نتيجه انهم ناس مميزه فعلا ناس شاطره بقوا مديرين فروع وبقوا بيديروا فروع بالكامل. ده حصل نتيجه انه الناس كانت شغاله على نفسها بتطور من نفسها، وان احنا وفرنا لهم البيئه اللي ساعدتهم انهم يوصلوا لده. فالبالانس والتوازن ما بين امتى اعين امتى ارقي معادله مهمه جدا. القرار فيها بيؤدي ليه ولاء داخل المكان، الناس تبقى عندها ثقافه التطور وانها تشتغل على نفسها. الحاجه الثالثه انه اللي بيجي من بره فعلا بيكون اضافه وبيساعد انه يطور من المجموعه اللي موجوده. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، اشوفكم الفيديو الجاي على خير والسلام عليكم.